انا باكلكوا بشربكوا، انا باكل عيالك، انا بجيب لعيالك. لا، ده هم مش عيالك، هم عيالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم ويديمكم نعمة في حياتي. لو أول مرة بتشوفوني، أنا زينب ودي قناتي حكايات وبنعيشة. أتمنى تنوروني باشتراك ولايك وكومنت جميل منكم علشان يوصل لكم مني كل جديد. نسمي ونصلي على رسولنا الكريم ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده أنا طالعة أحكي لكم موقف حصل معايا، موقف عجبني قوي، فقلت أنا لازم أطلع أحكي لإخواتي وحبايبي. أنا النهارده كنت في المستشفى علشان أختي عايزاكم تدعوا لها ربنا يشفيها ويقومها بألف سلامة لولادها ولينا، ويا رب كده ما يسوينا فيها أبدا، ويشفي كل مريض، اللهم آمين يا رب العالمين. فقاعدة في المستشفى أنا وأختي التانية وبنت أختي حبيبتي، عروسة جميلة كده لسه ما اتجوزتش. فشفت قدامي كان في واحد قاعد هو ومراته، فالراجل قاعد وقت علشان احنا مثلا ايه هندخل للزيارة، فقاعد بياكل حاجة كده وهو ومراته. ففي قطة صغيرة في المستشفى كده، قطة حلوة كده، فعمل ايه؟ جاب من الاكل اللي هو بياكله. القطه عماله تجري كده وتجري كده وعامله عمايل صعبه قوي. فالمهم جت جنبه وهو بياكل، فخد من الاكل وقام حادف لها. فالقطه كلت شويه وقامت جايه، طبعا الاكل اللي معاه خلص. استحملوني شويه عشان عايزه احكي لكم حاجه بس. فالاكل اللي معاه خلص، قعدت جنبه وفضلت تتمسح كده ايه براسها في رجل الراجل ورجل الست اللي هم قاعدين مع بعض. فبنت اختي بتقول لي بصي يا خالته، القطه سابت كل الموجودين وراحت تتمسح في الراجل اللي اكلها الايه الحاجه. فاختي بتقول لها عشان هو اكلها، فهي ايه ارتاحت له وقعدت معاه وطبطب عليها. قلت لها بالظبط هو ده اللي الست بتعوزه دايما من الراجل. انا دايما بحس ان القطط عامله زي الستات، بتغدر بتغدر ولويتها صعب قوي. القطط دايما لو عكستيها او عملت لها اي حاجه بتهبش على طول. ده نوع من الستات ان هي بتكون عصبية جدا، ونوع تاني بيبقى أليف كده وهادي. الست عامة اكتر حاجة بتحبها في الراجل هي الطبطبة والاهتمام. لما الراجل يهتم بالست ما بتحبش وتشوفش في الدنيا غيره. الموضوع عبارة عن الراجل والست هو الاهتمام. انت بتمثلي الست بالقطة، انا دايما بمثل كده، بحس ان القطط عاملة زي الستات كده، حلوة ودلوعة وخفيفة وتحس ان هي رايقة. فالست اللي بتطلبه من الراجل هو انه يطبطب عليها. الست مش بتطلب حاجة صعبة قوي من الراجل. القصة لو كل راجل يفهم ان الست طالبة منه الطبطبة، الامان، ان هي تقعد كده لازقة فيه وتحسسه ويحسسها قد ايه بالامان، يحسسها قد ايه بالحنية. ان الست لما تكون زعلانة وتقعد تشتكي وتتكلم مع جوزها حتى ولو بعصبية، وتفضل تقول لك ده انا حصل لي وحصل لي وحصل لي، هي مش مستنيه منك ان انت تقول لها حلول، هي مستنيه منك لما تخلص كلام تطبطب عليها، او لو بتتكلم تقول لها وبعدين وبعدين، تبقى مركز معاها، تبقى مركز في الحكايه. مش تبقى مثلا هي بتتكلم وانت بتاكل ومفيش اهتمام، او باصص للتلفزيون او بتلعب على الموبايل، وهي قد ايه متضايقه ومخنوقه، وهي قد ايه عايزه تتكلم وعايزه تحكي. هي دي الست. الست لو الراجل يعرف قد ايه هي حنينه من جواها، قد ايه هي بتشيل جواها زي الجمال، قد ايه الست جبل، هيقدرها صح. مهما كانت الست، في راجل يقول لك ده انا مراتي ملعونه، بالعكس الست عمرها ما كانت ملعونه. يقول لك ده الست دي عامله زي الحيه زي التعبان. بس في راجل والعياذ بالله يعني بعيد عن البيت واصحابه تعبين ممكن يرقص بالتعبان ده، يحطه كده ويعرف قد ايه يتعامل معاه. هي القصة كلها في معاملة الراجل. الراجل لازم يفهم قد ايه ويعرف مفاتيح الست، وقد ايه ان الست دخلتها بسيطة. يمكن الست بتقعد تفكر 1000 مرة في التعامل مع الست. الست مش كيمياء، الست محتاجة ظهر سند، محتاجة راجل يحتويها. الست لما تقعد انت تفكر كده مراتك محتاجة ايه، بدل ما نقعد مثلا نفكر في حاجات تانية، لا انا افكر ازاي ان انا اسعد بيتي، افكر ازاي ان انا مراتي محتاجة ايه، عايزة مني ايه، عايزة مني لقمة كويسة، عايزة مني عيشة مضمونة ومرتاحة،
عايزه مني ان انا اطبطب عليها او ان انا اقول لها كلمتين كويسين. برضو الست نفس الموضوع، لازم تعرف هي هتدي الراجل بعد ما يديها كل ده هتديله ايه. هي القصه كده، هي دي الحياه الزوجيه. انا النهارده لما بتكلم مع بنات لسه الصغيرين، بيقعدوا دايما خايفين من الجواز، بيقعدوا دايما يقولوا لي لا احنا كل حالات اللي قدامنا حالات فاشله، احنا نيجي نبص على دي نلاقي دايما حياتها وحشه، نبص على دي حياتها وحشه. من كتر الصعوبات اللي بقت في الحياه البنات بقت خايفه تتجوز. البنت بقت خايفه ان هي تتعرف على حد وتبدا حياه وترجع تفشل وتتطلق وتتضرب وتتهان عشان من اللي بتشوفه في بيتها واللي بتشوفه حواليها. احنا عايزين بقى يا جماعه، مش هقول ندوس على الزرار نبطل مشاكل، كل واحد مننا عنده مشاكل، بس عايزين نبدا مع بعض وكل واحد يفهم عايز ايه من التاني، محتاج ايه من التاني. الست محتاجه ايه من الراجل. هي الحياه مش قصه الراجل انا مستعبدك، لا انا باكلك وبشربك وبصرف على العيال في المدرسه اللي هم ايه. تبص تلاقي راجل يقول لك انا بصرف على اولادك. دايما الراجل لما يجي يتخانق يقول لمراته انا باكلكوا انا بشربكوا، بيضم العيال مع الام. انا باكلكوا بشربكوا، انا باكل عيالك، انا بجيب لعيالك. لا ده هم مش عيالك، هم عيالنا. انا بديكي مصروف البيت، لا هي امينه على مصروف البيت. هو مصروف البيت اللي حضرتك بتديهولها ده هي امينه عليه. هو انت ينفع تخرج من شغلك تاخد القبض بتاعك تروح تصرف في الشارع؟ لا انت قبضت واشتغلت وخدت القبض بتاعك ورايح تديه لمراتك، انت شايله امانه لغايه ما توصل لبيتك وهتديهولها امانه، وهي كمان واخده المصروف ده امانه. يعني ينفع تاخد مصروف البيت تروح تجيب بيه مثلا تاير، تجيب بيه بدله، تجيب بيه تونيك تلبسه، تجيب لها كوتشي، تجيب لها حاجه؟ لا طبعا. هي ما تقدرش تقرب من مصروف البيت، هي امينه عليه. لازم كل واحد في الحياه يعرف هو ليه ايه وعليه ايه. لازم نقعد مع نفسنا لحظات، لازم نفهم. الراجل ايما يدي مراته كلام زي الرصاص، احنا داخلين مثلا على دخلة مدارس، هي بتطلب منك 5 حاجات، تطلب منك 5 حاجات، فانت هتجيب 3 حاجات، مش مؤهل انك تجيب الحاجتين. اطلعها كويسه بقى واجي اتكلم كلمتين حلوين مع مراتي؟ ما انا مطلوب مني 5 حاجات، ال5 حاجات دي هي مش هاخدهم تديهم لامها واخواتها، لا هي دول لولادك اللي هم ولادنا، فانا ما معيش، فطلعها باسلوب كويس، فبالتالي هي تستحملك. هي نفس الكلام لما تقعد مع نفسها وتقول ده انا طالبه 5 حاجات بس انا واثقه ومتاكده ان جوزي مقدرته 3 حاجات، ربنا يوسع رزقه وانا هقول له واشوف والله لو هيجيب ال5 خير وبركه، هيجيب ال3 ربنا يوسع رزقه. لا الست هنا والراجل لازم يعرفوا عايزين من بعض ايه. احنا عايزين نعيش حياه افضل، لازم كل ست مقبله او كل بنت مقبله على الجواز قبل ما تجيب جهازها وقبل ما امها تفرح بيها وتزغرط وتعمل، لازم تبقى فاهمه الواجبات اللي هتبقى عليها قبل ما تتجوز. الشاب قبل ما يكون هيتجوز، القصه مش قصه بنت حلوه عجبتني ماشيه لونه في الشارع فانا خطفت نظري فقلت لا انا هروح اتجوزها، او كلمت معاها كلمتين حب حبيتها وقلت انا هتجوزها. لا لازم تعرف ان انت داخل على جواز، على حمل وعلى ولاده وعلى بيت وعلى اسره. لازم الحاجات دي الام تفهمها لك وانت تكون فاهمها، والاب يعرفها لك وانت تكون عارفها. البنت والولد لازم يبقوا عارفين علشان نعيش حياه هاديه، علشان نسبه الطلاق تخف، علشان نسبه المرض تخف. كل ام اقعدي مع نفسك، كل زوجه اقعدي مع نفسك، لازم تعرفي ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي. ما ينفعش يبقى دخلك 2000 جنيه في الشهر وتقفي لجوزك على اشابيره وتقولي انا عايزه اصيف، انا ماليش دعوه. طب انا اعمل ايه؟ قولي لي الحل يا مدام زينب، ما انا بني ادمه ونفسي اصيف. يبقى انا دلوقتي داخله على الشتاء احوش جزء بسيط كل شهر انا وهو لو انا 50 جنيه وهو 50 جنيه ونخش جمعيه 100 جنيه كل شهر، انا بديكي كمثال لغايه ميعاد المصيف السنه الجايه وابد الجمعيه على المصيف عشان انا نفسي اصيف. فاهمين الحكايه فين؟ الحكايه ان مش ايه مين فينا هيبقى اقوى من التاني، انا اقوى منك، انا هنتصر عليك، انا لازم ابقى ست قويه ولازم اخرب الدنيا، هو انا لازم ادي مراتي بالجزمه على دماغها،
انا لازم اسود عيشه مراتي وعيالي عشان يخافوا مني؟ الحياه عمرها ما كانت كده، الحياه عمرها ما كانت قفش، الحياه جميله. ودايما بقول لكم يعني، كذا حد بيقول لي انت بتقولي مثلا لا احنا بيصعب علينا الكلام الوحش، احنا بيصعب علينا الحياه ان هي بتدينا ضغوطات وبتدينا على دماغنا، مش عايشين حياه وردي. لا انا بقول لك فكري، فكري ازاي تتعاملي مع جوزك. وبقول لكل زوج فكر ازاي تتعامل مع مراتك وعيالك. الست عايزه ايه من الراجل؟ لازم تعرف. انا دلوقتي جوزي اهو في شغله وانا قاعده، لازم افكر انا عايزه ايه منه. طب انا عايزه منه واحد اتنين تلاته، هو بقى عايز مني ايه؟ اهتم بيه، اعوضه عن امه واخواته، املى حياته، احافظ على قرشه. لو هو انسان مش بيعرف يلبس وبيعرف يعمل، انا ادبر له من مصروفه او اخد منه واقول له تعالى علشان انا هجيب لك وهعمل وننزل نجيب لبس. ابقى معاه خطوه بخطوه. مفيش واحده تقول والله ده انا جوزي دون لا بيعرف يشتري طالما انت بتعرفي اعملي، كملي، كملي الناقص فيه. انت روحي اعملي. انا جوزي ما بيعرفش يحوش ولا بيعرف يعمل اي حاجه، خدي منه وحوشي له. كملي الناقص، كملي الناقص فيه، من غير ما تعريه قدام حد، من غير ما تقولي قدام اخواتك ده انا جوزي ما بيعرفش يعمل كذا. لا انت طالما عندك المهاره دي ان انت تعمليها، اعمليها انت. طب انا جوزي هيقعد قاعده دلوقتي ومش عارف يتكلم او ياخد موقف، ومطالب منه ان هو مثلا هيقعد في موقف ويتكلم ويعمل، انا كست لا عارفه اتكلم، ممكن اقول له عارف الموقف ده ممكن تعمل فيه واحد اتنين تلاته، وعندك خيار تاني انك تعمل واحد اتنين تلاته، يا اما كده يا اما كده. اكمله، احسسه ان انا موجوده وهو موجود معايا. يا جماعه الجواز ده اكبر نعمه في الدنيا. الناس كرهته دلوقتي، الناس كرهت حاجه اسمها جواز، بسبب ان كل واحد داخل عايز يهبش من التاني ويبين للتاني انه اقوى منه. بسبب ايه؟ ودننا اللي بقينا نديها للناس كتير، ان البنت لسه متجوزه بقالها سنه بتسمع لامها وخالتها وعمتها واصحابها وبيقعدوا يفرشوا مع بعض، وكل واحده تفرش غسيلها ولا تنشر غسيلها قدام الايه اللي قدامها. هي دي القصه. القصه ان كل واحده فينا لازم تعرف اولها ايه واخرها ايه. والراجل نفس الكلام، زي ما بيتعامل برفق بره، وزي ما بيقول للست بره لو سمحتي حضرتك اتفضلي بعد اذنك، لازم اقول الكلمات دي لمراتي. لازم لما اشرب كوبايه شاي اقول لها تسلم ايدك، لازم لما اكل اقول تسلم ايدك، لازم اضحك في وشها او لا تعبناكي معانا، اقول كلمه حلوه. لازم الراجل يعرف كده. لما الست تاخد مصروفها من جوزها سواء باليوم او بالشهر او بالاسبوع، تقول له ربنا يوسع رزقك، دعواتك لنا بالخير، ربنا يبارك لك، ادعي لنا بقى ربنا يملاهن بركه. انا مش بقول كلام خيال، الكلام ده بيحصل في معظم البيوت. ولو ما بيحصلش عندك خليه يحصل عندك. لو مش بيحصل عندك كده، ابدأي نقطة ومن اول السطر وشوفي اللي هيحصل ايه. شوفي حياتك هتتغير ازاي. شوفي الست، هقولها لكم تاني، عايزة ايه من الراجل. يا رب النهاردة يكون الفيديو خفيف عليكم، مش عايزة اطول عليكم، انا بحبكم جدا. دعواتكم لاختي ربنا يشفيها ويعافيها ويخرجها لنا بألف سلامة، ودعوة لجوزي ولولادي بصلاح الحال. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.